بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللي يلعب على أرضه وما بين جماهيره من العاصمة الفيتنامية هانوي ومن ملعب مع السادس إن شاء الله تبقى صدارة عراقية. محاولة المنتخب منتخبنا قادر لاجتياز المنتخب الفيتنامي. فان لام دانغ لاحظ الإعادة وكانت بالمباشر المضيف ولا محاولة منتخبنا ممكن الأول والحارس أن يظهر في هذه المحاولة ويسجل أول أهداف منتخبنا الوطني. لاحظ الارتباك لدفاعات منتخب فيتنام، لكن الحارس فان لام دانغ للمرة الثانية يتألق أمام لاعبي منتخبنا وينقذ مرمى المنتخب. لاعب وسط منتخبنا الوطني ركنية علي عدنان داخل منطقة الجزاء، أيضا لعبها لافة على المرمى والمحاولة التسديد على المرمى بالمباشر وإلى خارج الملعب. الهدف الثالث كان لمنتخبنا الوطني، هذا هو بشار أو أسامة رشيد لاعب وسط منتخبنا صاحب على مرمى المنتخب الفيتنامي، والحارس أيضا فان لام دانغ حارس جانبي. المحاولة لا زالت قائمة وحكى المباراة عبد الله المري يشير الى الاستمرار داخل منطقة الجزاء، خطيرة لأسود الرافدين ومحاولة إبراهيم بايش ممكن الآن أسود الرافدين لكن بعيد عن طريق أسامة. هجوم الآن قريبة لمنطقة الجزاء، مرور ناجح بشار داخل منطقة الجزاء وأيمن ضاعت على دانغ أمام ردة الفعل للكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني، وكانت كرة أيمن حسين زاحفة على مرمى المنتخب الفيتنامي. والحارس الفيتنامي مهاجم منتخبنا الوطني. هجوم الآن بشار مرور رائع داخل منطقة الجزاء يا علي لكن تسدد بهذه الطريقة. علي جاسم يواجه المرمى الفيتنامي ويضعها بعيدة كرة علي عن مرمى المنتخب الفيتنامي وضاعت فرصة أخرى. أتمنى أن لا نندم وكل الجماهير العراقية تتمنى أن لا نندم على ضياع هذه الفرص. نفارق الأهداف وإن شاء الله هدف قادم عراقي. محاولة قريبة من منطقة الجزاء داخل منطقة الجزاء وبايش مرت محاولة منتخبنا الوطني. لاحظ الإعادة والتسلل غير موجود إطلاقا لأن تايسون نيغوين أمام مرمى المنتخب الفيتنامي. علي جاسم سدد يا علي على المرمى والحارس. كرات يتناقلها بشار على عملية التغيير جهة اليسار والهدف سريع على بشار. لاحظ حضرها بشكل ممتاز علي جاسم داخل منطقة الجزاء، وبالتالي كان الاستقبال من بشار رسم وسريعة كانت على بشار. الفرصة الأخيرة للشوط الأول لمنتخبنا على مرمى منتخب فيتنام. الله مر يلعبها داخل منطقة الجزاء والرأسية الركنية الآن المنتخب الفيتنامي وجلال حلوة لجلال. توان نيكوين أول بطاقة صفراء. منتخبنا يحاول أن يجد الفرص أمام مرمى منتخبنا. خطيرة الآن لفيتنام داخل منطقة ميرخاس يعكس كرة داخل منطقة الجزاء وأيمن ضاعت على أيمن. لاحظ الإعادة هو انطلق بسرعة من أمام المدافع للمنتخب الفيتنامي اللاعب فان توان إكوانغ. لاحظ الإعادة والتمريرة اللي كانت قبل في مباراة أندونيسيا. يوسف الأمين عملية تمرير داخل منطقة الجزاء الحمادي لكن سهلة قريبة من الجهة البعيدة الخط الجانبي. عملية تمرير داخل منطقة الجزاء جلال راية الخاطئ لجلال. لاحظ الإعادة لولا الراية والتسلل لكان هناك شيء جانبي. عيد الخلف داخل منطقة الجزاء ومهند وضاعت على ميمي. لاحظ الإعادة غير متسلل مهند علي وضاعت على منتخبنا فرصة تسجيل هدف أول ورأسية مرت عن مرمى المنتخب الفيتنامي ومهند علي من جديد داخل باتحادنا والدعم الكبير واللا محدود من قبل دولة رئيس الوزراء على حساب المنتخب الفيتنامي. أسامة أمام منطقة الجزاء منتخبنا داخل منطقة جزاء منتخب قريبة لعلم الزاوية لمرمى المنتخب الفيتنامي داخل منطقة الجزاء ومهند علي والارتقاء الجميل. كرات العالية ممتاز بالطول والتحكم، لكن ميمي هذه يوم 24/1 من العام القادم داخل منطقة الجزاء المنتخب الفيتنامي. وهناك دفع يا حكمنا يا المري يا العزيز على المرمى بالمباشر. أسامة خذوها داخل منطقة جزاء المنتخب الفيتنامي.
يا دوب فقط العشر دقائق الأولى المنتخب الفيتنامي بدأ يتحرك على مرمى منتخبنا، لكن بعد الدقيقة 80 سيغير كاساس. التغيير الأخير عملية المرور، مهند بلمسة جميلة، لكن لاحظ الإعادة والتمريرة من إبراهيم بايش ولمسة جميلة من دنا. هجوم الآن لمنتخبنا الآن، ممكن الآن اللحظات الأخيرة خطيرة. ميمي أوه. لحد الآن لم يظهر باشانغ. هنا مهند علي يسدد على المرمى مرة باشانغ عبد الله. أتمنى أن يظهر باشانغ. لاحظ الإعادة وميمي اللي هيئ الكرة وسدد بهذه الطريقة، لكن كرة ميمي في هذه المباراة. وهنا بايش ممكن الضربة القاضية للضربة. الاسود. لاحظ والاعاده ابراهيم بايش. اي عمل من ابراهيم، اي راسيه من مهند علي، اي هدف للعراق. قاتل. اوه العراق ومهند علي يضرب المنتخب الفيتنامي.